السلام عليكم ويلا حيهم. في هذا الفيديو سأتحدث بخصوص ما يحصل في الجوف، مطارح الريان، مطارح الكرامة. المهم، الشيخ حمد بن فدغم الحزمي الدهمي دعا إلى نكف قبلي، ولبى كثير من أبناء القبائل. وأنتم تعلمون أن الحوثي كان أداة غربية، صناعة خارجية. الهدف منه أن يظل خنجر مسموم في اليمن وفي ظهر المملكة العربية السعودية. لا يريد له حتى اللي هو معركة الازدهار اللي قادتها أمريكا لإنهاء الحوثي، ما أنهته. نفس الكلام لإنهاء إيران، ما حد أنهاه. لابد أن يبقى الحوثي وتبقى إيران وأدواتها في المنطقة. هكذا هو المنطق يقول. هناك قرار أمريكي اتخذ، خط أحمر وفيتو أمريكي في فرضة نهم بعدم إسقاط أو استعادة صنعاء من قبضة الانقلاب الحوثي. كان الخط الأحمر جاء على لسان الشيخ سلطان البركاني رئيس مجلس النواب اليمني. هو الشرعية، ما هي الشرعية. فقال إنه خط أحمر أمريكي للدكتور بن دغر أنه لا يتحرك إلى صنعاء، وحطوا المبررات والدواعي أنه صنعاء مدينة تاريخية وإلى آخره. ونسوا أنه بعضنا نسى أو تناسى لهدم الكعبة حجر حجر. الحديث نهايته أهون أن يراق دم امرئ مسلم. فالحوثي كم قتل وكم شرد وكم سوى وكم كم وكم وكم وكم، هذا كله يعني. على كل حال هذا مش موضوع الآن. موضوع أنه هناك كان البعض يقول أن الشيخ حمد بن فدغم كان عند الحوثيين ومع الحوثيين. الرجال عرف قيمته عندهم وأهانوه وأذلوه ولم يحترموا شرف القبيلة عنده، فخرج وقال لهم أنا سأتيكم بحرب عظيمة أو بقتال عظيم. إذن الآن من يقول أنه الانتقالي انحل، واللي كانوا يحرضون الانتقالي وأدواته في حضرموت الآن أصبحوا جزء من الشرعية وعادوهم. فنفس الكلام، من كان مع الحوثي ثم عاد إلى الشرعية، والشهيد صالح كان 3 سنوات مع الحوثي وعاد إلى الشرعية، ومش إلى الشرعية فانسلخ عن الحوثي فقاومهم. إذن لا يحق لنا أن ندعم. السؤال يقول أن هل لا يحق لنا أن ندعم الشيخ حمد بن فدغم ضد الحوثي؟ بالعكس، بل المفروض أن نحتويه وندعمه ما دام انه عرف قيمته. لأن الشيخ حمد ما في له خط رجعه مع الحوثي بعد اللي حصل، ما في له خط رجعه. اذا رجع سيقتل، بينهونه، بيفجرونه، بيفخونه، بيسوون اي شيء. ما عاد شيء. هو الان خرج خروج نهائي، فلا بد ان واستطاع ان يحشد القبائل كلها ما عجز عنه غيره لمده 10 سنوات. شوفوا انتم، الشرعيه ما افرجت عن وزير الدفاع في 7 سنوات، ما قدرت ان تفرج عن. وهناك الكل مقابل الكل اسرى. فتدخلت الامم المتحده والمجتمع الدولي للافراج عن اللي شفتوهم، الاسرى اللي كانوا بيد الحوثي. هذا اذا افرج عن ربيعته في خلال 2 أو 3 أيام، فهذا يحسب له وتحسب له. البعض في الشرعيه، انا ما اقول كل الشرعيه، يرى انه الشيخ فدغم كرشهم كلهم. الشيخ حمد انه كرشهم، ما حشده في خلال 2 3 أيام ما عجزوا عنه في خلال 10 سنوات. فهذه المعادلة صعبة بالنسبة لهم. وإذا دخل في حرب مع الحوثي وكسرهم ودخل واستعاد صنعاء منهم، فهذا سيحسب له. والبعض سيكون إحراج عليه. مثلا في بعض قيادات في الشرعية ستكون إحراج عليها. إنه ليش؟ هل سيحاربوا مع الشيخ حمد بن فدغم لكسر الحوثي، أم يتركوه كما حصل في حجور أن يكسروا؟ لأن الحوثي بيده سلاح الجمهورية اليمنية، الحرس الجمهوري، الجيش اليمني كله سلاحه عنده. فلا ما يستوي. لكن هنا في ذئاب في الجانب الآخر عند الشيخ حمد، أبناء القبائل كلهم مقاتلين، أشاوس، شرسين. فلكن الشجاع عندهم لكن ما يتساوي في القوتين. إذا الآن بترك أنا موضوعي هذا كله بلخصه في مجموعة من النقاط، أضف إليها أنت، شيل منها إذا تريد، ما بعرف، لكن هي نقاط مجموعة عندها. أولا، هذا النقاط من سبب الفيديو حق الرئيسي هذا، إنه أولا يتم دعم الشيخ حمد للشرعية من تحت الطاولة لأسباب كثيرة. هذا أولا قلنا. أولا أنت لما قلنا أنه يتم دعمه، والأسباب أنه الأمريكا والغرب لا يريدوا كسره ولا يريدوا إنهائه، بل سيحاربوا القبيلة على أساس أنهم داعش، سيحاربونها، لا يريدوا كسره، يريدوا إبقائه.
من هذا الباب أنت بإمكانك أن تدعمه من تحت الطاولة وتكسر الحوثي، ما دام أنك أردت أن تتخلص من المشكلة الأساسية، الخنجر المسموم في اليمن وفي جزيرة العرب هو الحوثي. إذا أردت أن تكسره فأدعم القبيلة من تحت الطاولة حتى يكسر الحوثي، ولا تترك المجال حتى لا يقال أن القبيلة هي من استعادت صنعاء وأنت تطلع برا اللعبة. فأنت كن مع القبيلة لاستعادة صنعاء حتى لا تأخذ القبيلة النصر 90% ولا 100%. فأنت خذ معاها النصر بفارق أنك لك 70% تدعمها من تحت الطاولة. عندك الجيش وعندك السلاح وعندك الإعلام وعندك التخطيط العسكري، ساعدها. البس اللبس العسكري، اللبس المدني مع القبيلة وادخل ساعدها، ساعد القبيلة حتى تكسر هذا. فأنت بتكون حققت النصر وتخلصت من جرثومة الأساسية، والقبيلة لن تكون ضدك، لا ما كانت لا يوم من الأيام ولا مليار، ما عدا الحوثي اللي استخدمها ضدك. فهذا الجزء أول، النقطة الأولى على الشرعية في الجيش اليمني حتى لا تكونوا بشكل رسمي ويتم، لأنه أنتم في تفاهم ما بين الشرعية والتحالف خلفها مع المجتمع الدولي بعدم الدخول في الحرب مع الحوثي وفي هدنة قائمة. الموضوع جاكم على طبق من ذهب. استخدموا القبيلة لكسر الحوثي، ادعموها من تحت الطاولة بدون ما يكون لكم أي دراع. إذا قالوا لكم أوقفوها والله ما هو بيدنا، جاتكم تعليمات توجيهات من الأمم المتحدة ومجلس الأمن على الشرعية أن تتوقف من دخول صنعاء واستعادتها من الحوثي وكسر الحوثي عسكريا، والله هذا الموضوع ما هو بيدنا. نحن الشرعية ملتزمين، ما دخلنا في حرب حتى الاتفاق، وهناك في تسوية وفي تفاهمات في سلطنة عمان، الكل مقابل الكل وإلى آخره. فنحن ما لنا علاقة. الموضوع الحوثي خرق الشأن قبلي والقبائل اللي ثارت ضده، مش نحن. شعب، القبيلة هي الشعب وهي وحدة بناء المجتمع، وكانت دائما وأبدا القبيلة هي من تحمي المجتمع لما تعجز الدولة في هذا الشيء. وكثير من الدول قائمة على شكل قبيلة، ما في. على كل حال هذه النقطة الأولى، أن يدعم الحشد في الجوف في استعادة صنعاء من تحت الطاولة، أن لا يترك عرضة للحوثي وضربهم ويتم إنهاهم كما حصل في حجور. أن تحرك رقم 3 الجبهات، وأن يتم الدعوة إلى تجمع قبلي مناصر للحشد اللي موجود في الجوف، يكون حشد آخر قبلي. أنا أتكلم عن حشد قبلي. رقم 3 ركزوا على رقم 3 ركزوا على رقم 3 ركزوا على رقم 3 حشد قبلي آخر في الساحل الغربي عند العميد طارق. في الساحل الغربي يخرج لنا واحد من شيوخ المرازيق، من شيوخ تهامة، من وازعية، يخرجوا هذول القبائل يجتمعوا أنهم مناصرين للحلف اللي موجود أو التجمع القبلي اللي موجود والنكف في الجوف. يقولون نحن المسافة بعيدة علينا أن نأتي إلى النكف في الجوف وتفتح جبهة واحدة، لكن نحن موجودين. إذا قرحت في الجوف نحن سنكون مع الشيخ من الشيخ فدعق بن الدهمي من الساحل الغربي في تهامة، نعلنها من تهامة، في الوازعية، في تعز، في الحديدة، نستعيد الحديدة. وبنفس الأسلوب الرقم 1 أن الشرعية والجيش اليمني في العميد طارق حراس الجمهورية أن يتركوا الملابس العسكرية ويلبسوا الملابس المدنية ويدخلوا مع القبائل ويستعيدوا الحديدة. بيكون الحوثي خسر الجوف كامل وخسر الحديدة كامل. إذا نفس الكلام يتم تطبيقه في كرش، في لهج، في كرش والعند. أبناء الردفان وأبناء الضالع وأبناء يافع وأبناء عدن وأبناء أبين، ما دام انكم عندكم النكف القبلي شيء مقدس، بدل ما تروحوا الى الجوف تقطعوا مسافات طويله، عندكم كرش، اعملوا نكف قبلي في كرش. وكذلك في دمت وفي مريس وفي الضالع نكف قبلي، وكذلك في الحد في يافع حتى استعادة البيضة كامل نكف قبلي. فيكون رقم 4 هو هذا الشيء اللي قلت لكم 3. رقم 1 على الشرعية أن تدعمه من تحت الطاولة وتقول للمجتمع الدولي إنه ما لنا علاقة، إنه هذا موضوع قبائل الحوثي، مش نحن اللي نحركم. 2 قلنا أن يكون هناك النكف القبلي في الساحل الغربي، في كرش وفي الضالع وفي ردفان وفي الحد في يافع. فهذه المناطق كلها يكون نكف قبلي، يكون تجمعات قبلية هناك. إذا قرحت في الجوف تقرح هنا ويدخلوا يستعيدوا هذه المناطق. بيكون الحوثي خسر الجوف وخسر الحديدة وخسر إب وخسر البيضة وخسر، معركة بتكون عليه من كل جهة، ما يقدر.
لا تتركون الجوف لحالها حتى لا ينفرد بها أو يتفرد بها الحوثي كما حصل في حجور. هذا النقاط الأربعة. إذا 5. النقطة الخامسة، ال 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 الآن من يقول لك إنه هذا الشيخ كان حوثي، لما لا يحق لنا أن ندعمه، يحق لنا أن ندعمه. إذا سألخص النقاط كلها في هذه الدقائق الأخيرة. 1، أن يدعم القبائل في الجوف من تحت الطاولة من الشرعية والتحالف في السعودية، لأنه الحوثي قد أصلا ألصق التهمة على السعودية، ألصقها أنه هذا تحرك سعودي صهيوني إسرائيلي، هكذا يحشد أنه هذا التحرك مش من نفسه، لا فدغم ولا شيء، الموضوع كله خلف السعودية بالمال السعودي. هو كذا يقول، الحوثي كذا يقول. خلاص لابستكم، بس لا تكون تلبسكم بشكل رسمي، خلوها من تحت الطاولة، تحركوا مع القبائل من تحت الطاولة. مش تقولوا انكم انتم تريدوا ان تتخلصوا يا شرعية من الحوثي، جاتكم فرصة على طبق من ذهب تخلصوا منه، ادعموه من تحت الطاولة بكل ما اوتيتوا من قوة. 2، افتحوا له الجبهات في اكثر من مكان، ليس في الجوف فقط، افتحوا له جبهة تجمع قبلي اخر في التهامة، حتى لا يقال ان النصر كان بس لفدغم، بيكون نصر اخر. من الذي بيتقدم اكثر؟ اللي في تهامة، هم من سيحققوا النصر واستعادة الحديدة والمحويت والطوال حدود السعودية وتفتح الخط السعودي، او اللي موجودين في الضالع وردفان ويافع المثلث. فمش تقولون انتم الحوثي عدو لكم، تحركوا، جاتكم فرصة، استعيدوا مكيراس، دخلوا البيضة. انتم في الشرعية في التربة، ادخلوا من التربة ومن كرش، استعيدوا التعز كلها. لا تتركون القبائل لوحدهم في الجوف هم من يتحرك. فانتم كذا الان بتكون بشكل قبلي انه المجتمع الدولي ما بيلومكم يا شرعية ولا بيلومكم يا السعودية، انتم قادة التحالف، ان الموضوع خرقتوه انتم وكسرتوا البروتوكول ودخلتم في حرب مع الحوثي، ونحن نقول لكم نحن وياه في تسوية في عمان والكل مقابل الكل، جاتكم فرصة على طبق من ده. هو يتهمكم انكم انتم خلف النكف اللي موجود في الجوف، فخلاص التهمة لابستكم كذا لابستكم. لكن مع انكم انتم براء، حتى قالها الشيخ فدغم، ما مصلحة الشيخ فدغم ان يقول انه الكلام اللي حصل، ان اللي حصل في الجوف لا علاقة للشرعية ولا علاقة للسعودية، نحن هدفنا قال نستعيد ربيعتنا، دخيلة عندي ابغاكم تفرجوا عنها، ما له علاقة بالموضوع السياسي كله. قال هذا يبرئ التهمة الحوثية انه هذا الكلام مدعوم من السعودية. فجاهم فدغم قال لهم هذا الكلام ما له علاقة لا السعودية ولا الشرعية. اذا الان جتكم فرصة، تحركوا، لا تتركونهم، لا تضيعون هذه الفرصة الذهبية. مش انتم تقولون الانتقالي حارب الشرعية في حضرموت وحارب الدولة في عدن وما زال، والان هو موجود في الرياض يا شرعية، وتناقشونه وتعطونه وزراء، فاعطوا هذول الناس الحق، هم من سيكسر الحوثي. يا اخي الكلام طويل ومشعب وما ادري كيف النقاط ممكن نعيد ترتيبها، فانتوا اضيفوا لها نقاط، شيلوا منها نقاط، اتركوها زي ما هي، ما بعرف. المهم النقطة الأولى المهمة أنه أن يتم دعم القبائل من تحت الطاولة من الشرعية والجيش اليمني، البسوا اللباس المدني وادخلوا مع الجيش مخططين عسكريين وإلى آخره. 2، أن يكون هناك حشد قبلي في النكف، في فتح خيام في الساحل الغربي عند العميد طارق، إذا أردت أن تدخل صنعاء فاستعيدوا الحديدة. ومن بيتقدم أكثر، خلوا الجماعة هناك في الجوف تستعيد الجوف وانتم تستعيدوا الحديدة. وانتم يا اصحاب اللحج والضالع وابين بتستعيدوا المكيراس، فادخلوا في كرش والتربة من الشرعية ويدخلوا تعز. وانتم بتسقطون الان 3 أو 4 محافظات مهمة، الحديدة كامل حتى حدود السعودية، تعز كامل، اب كامل، البيضة كامل، الجوف كامل. ماذا سيبقى للحوثي؟ صنعاء سيدخلها العرب من كل مكان. ما في ما فرصة جاتكم، لا تضيعونها واستغلوها استغلال صحيح. فهذا اللي ما عندي انا، النقاط هذه ما ادري تضيفوا اليها، تسجيلوا عنها. ما دام انه المجتمع الدولي لا يريد ان يكسر الحوثي عسكريا عن طريق الشرعية وعن طريق التحالف العربي، فجتكم فرصة اكسروه عن طريق القبيلة، البسوا اللباس المدني وادخلوا له بهذا الشكل، لا تتركونهم عرضة. فالبعض يقول لك انا حتى لا يكون النصر ينحسب للقبيلة والشيخ فدغم، انا بسكت اليوم، خلوا يدقدقهم يكسرهم، وبعدين لين متى انت بتتخلص من الحوثي؟
الرجال حشد في خلال يومين أكثر من 8000، يقول لك القبائل كلها. أنت عجزت أن تحشد القبائل كلها ضد الحوثي وتجمع 8000 في 10 سنوات. الرجال إذا فك ربيعته في خلال يومين، وأنت عجزت عن تفك الأسرى في خلال 10 سنوات. فهذه المعادلات كلها انساها. أنت عندك هدف، تريد أن تسقط الحوثي، ولا تريد أن تنسب النصر هذا أن ينسب إلى القبائل. فتدخل وادخل مع القبائل من تحت الطاولة، وعرف نفسك من أنت. أنا فلان فلان وزير الدفاع. هذا مندوبين محللين عسكريين واستراتيجيين يدخلون معاكم ويحطوا لكم الخطط كيف نسقط الحوثي في صنعاء. إذن بيكون النصر محسوب لك أنت كشرعية. هذول أبنائك أبناء القبائل، ما نزلوا من السماء. إذا كان فتغم كان مع الحوثي من يوم من الأيام وخرج عليهم يوم أمس، فهذا يعني أنه كان علي عبد الله صالح معاهم 3 سنوات وخرج عليهم مستشهد. وكذلك كان الانتقالي يقاتلكم بكل أدواته ما عدا عيدروس في حضرموت، والآن موجودين أغلب قادته من كانوا يحرضون يقولوا له علينا دولة موجودين في الرياض. إذا هذه بدي يا أخي، احتووا شلوا، ما دام انه قدر ان يجمع القبائل ادخلوا معه حتى لا يحسب النصر كله له. ادخلوا معه واكسروا الحوثي وتخلصوا منه، وبعدين هذول القبائل بيرجعون فيهم عيالنا، فيهم نهد، فيهم عوامر، فيهم كذا، فيهم ارحب، القبائل هذه كلها بتعود انتم منهم وفيهم عيالكم هذول. تحياتنا لكم، السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. تقدر تضيف وتزيد وتشيل من النقاط هذه، انا ممكن ذكرت 4 5 6 ما بعرف. تحياتي، السلام عليكم.